المغرب وين وصل. المغرب راهو صعيب اللعب معاه. اعطيك العباره باش نكون معناها بالضبط. قال المغرب ان جو كومبليكي، صعيب تلعب معاه المغرب، ما تنجموش. هذه الملاحظه الاولى على الارقام. الملاحظه الثانيه، المغرب لاول مره، ان شاء الله ماهيش لاخر مره، ولكن لاول مره تنجم تكون صايبه. المغرب اللي عملوا معانا راهو غير عادي، عملوا معانا كعرب كمتابعين. رانا كؤوس العالم يا عبدو، كؤوس العالم كنا نتفرجوا فيها ونشاهدوها كمتفرجين. بلداننا تجي تعمل دورة تلعب 3 مقابلات مش تروح، ومن بعد نوليو في كل عائلة في كل حومة انت برازيلي انت فرنساوي انت المرة هذه لا، تغيرت، ما عادش نتابعوا كأس العالم كمتفرجين. ليلة للتاريخ إلى كل المغاربة، الله يعزكم زي ما أفرحتم قلوب أنهكها الألم. الله يعزكم ويسعدكم كما أسعدتم أمة منهكة ورسمتم على شفاهها فرحة نسيتها كثيرا. وأكبر مع هذا الانتصار المنتخب المغربي. شوف لما يكون النجاح والإصرار والرجولة تجبرك أنك تقف احتراما، هكذا كان المنتخب المغربي. إلى المنتخب المغربي، إلى كل المغاربة، تهنئة خالصة من القلب، تهنئة خالصة من القلب لأشقائنا المغاربة ولكل الأمة من المحيط إلى الخليج. وحارس أدى مباراة أكثر من رائعة. الحفلة يا باشا حفلة بالزاف، مزيان بالزاف. كان نفسي والله احط لهم اغاني مغربي واعمل لهم كل حاجة جميلة. اخواتنا الاعزاء في المغرب، ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده، ايه الروح دي، ايه الاصرار ده. صدق او لا تصدق، مجموعة فيها المغرب اليوم كان عليه مخاوف، كانت التوقعات، كان في اجماع لربما للامانه الاستثناء الوحيد بنهايه حلقه الامس للامانه كابتن شادي ابو هشهش قال لا انا ارشح المغرب، ولكن بالمجمل كان في حتى على مستوى الجميع في الخارج يعتقد بانه المغرب مهمتها صعبه، خاضت مباراه بدنيه كبيره. راهو شوفوا الكره العالم كيف يدار. البارح مع اخصائي في المغرب، شو يعمل اخصائي في المغرب؟ تعرف شو يعمل ايمن؟ تعرف شو يعمل؟ الاخصائي في المغرب هذا هو اللي ينظم مقابلات الوديه نتاع الفريق، واللي ينظم رحلات الفريق، ماهوش له سمسار له كذا. انا نستخطط مش رعواني، راهو اللي قاعدين راهو فيه يا وليد وراس ودي، اللي قاعدين راهو فيه راهو شيء معناها سامحوني، وانتم مسكرين كي البول، انتم اللي تقرروا وانتم اللي تعرفوا. انتم يا ودي نشاركوا الناس معاكم، نحبوا دماء جديده، نحبوا عباد اخرين. عملتوا يعطيكم الصحه، شكر الله سعيكم وربي اخرجوا من الباب الكبير. مش احنا زدتكم راه، ما نزدتكم راه يا جماعه، ما نزد يا ما راهو للصبر حدود. قالت ام كلثوم للصبر حدود، امان شويه اخرجوا تكلموا. ما عملتوا شيء، ما حضرتوا شيء، في بالكم شيء، ما فما شيء، ماذا بينا. وراهو نزيدوا نغليو ونزيدوا حسره، وقت اللي راهو المغرب غير عاديه معناها. سامحني بربي والله 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 في وقت ما ماذا بيا نبكي، والله ابكي يا والله ماذا بيا نبكي والله في وقت ما، لانه ما عندناش 20 سنه قبل، ما 20 سنه قبل احنا كانت عندنا شبه ملاعب، وكانت عندنا والمغرب ما عندها حد شيء. وكانت معناها الكره التونسيه، وانتم تعرفوا المدربين التوانسه وين يدربوا في المغرب، مدربين توانسه يدربوا في المغرب لليوم، مدربين توانسه ده معناها هو ما عندهمش، خليني نقول هالكلمه، هو ما عندهمش المركب، ما عندهمش كومبلكس. هو يخدم مدرب تونسي باهي نجيبه يا ودي انت تونسي، احنا كي نجيبوا مدرب مغربي ولا نجيبوا مدرب كيفاش احنا وعنا يقطع لنا في خبزتنا. ما عندهمش المركبات، وهذاك علاش ما عندهم المركبات الاخرى لي كومبلكس. احنا عندنا المركبات من مركبات النقص. احنا عندنا مركبات النقص، وما عندهم مركبات التكوين والشبان وكذا. نحن عندنا مركبات النقص، بلوتو مركبات الغرور. عندنا احنا مغرورين. المغرب تعطينا في دروس، راهو المغرب تعطينا في دروس في كل شيء، في إدارة الفريق. أنا قربت برشا للمنتخب المغربي من الزملاء الإعلاميين اللي موجودين غادي. اسمه فوزي لقجع ولا شكون؟ فوزي لقجع لا حتى علاقة بالتشكيلة، عنده حتى علاقة يخدم في المغرب في الكواليس،
يخدم في المغرب للحفاظ، مش حتى للكواليس باش يدز معاها، كواليس باش ما يضروهاش، كواليس خويا من حق. او كهو بلغ اليوم كي روح تظلم. ما دامك تدافع عليا، تدافع علي على السمعه نتاع بلادي وعلى كذا، يا خويا صح علي. يا خويا احنا في وقت ما مش كنا في الفيفا، مش كنا في الكاف، مش كان سي سليم شيبوب يدافع علينا، مش كان سي طارق بوشماوي يدافع علينا، مش كان الله يرحمه سي سليم علولو يدافع علينا، كنا شايخين بهم ومحميين بهم. اي اليوم كي ما عندناش شكون نحسوه ان بوالور باش يدافع علينا، ندخلوا في المغرب معناها سامحني مخبك يا سنة نعطيك الراك عند ما هكا ولا اخويا قاعد يخدم في بلاده. قال لك الامور الفنيه منظمه، الانضباط منظم، فريق ناس مجندين، الميزانيه حاضره، التحضير، الامور، الاكاديميات نتاع محمد السادس شيء من وراء العقل، الملاعب، استراتيجيه كامله، راي المغرب تعطي فينا في دروس على والقرار اللي وهنا هذه قوه المسؤول، وعنده راهو متر، راهو حتى الانفراستركتور وحده كيس الدوله من فوزي لقجع راهو عنده فيها يد، لانه يتابع الصغيره والكبيره في الشيء اللي قاعد يصير وفي الانجازات اللي قاعد. السلام عليكم واهلا بكم مرة تانية اعزائي متابعينا على قناتنا على اليوتيوب. كل الناس شافت التعليق والكلام اللي اتقال، كلام يعني بالنسبة للاعلام المصري كلام محترم جدا، بالنسبة للاعلام الجزائري كلام خارج من المنطق، بالنسبة لتقارير مهمة جدا في العالم كله بدأوا يتكلموا على الإنجاز الكبير اللي عمله منتخب المغرب تحت 17 سنة، واللي دايما بيدينا مثال جيد للشباب والفتيان اللي بيحاولوا دايما ان هم يرفعوا علم بلدهم في السماء. وده اللي حصل من المنتخب المغربي أقل من 17 سنة. لما تقول لي فتيان يبقى أنت غلطان، لا، دول مش فتيان أو شباب أو عيال صغيرة، يبقى اللي يقول عليهم عيال صغيرة يبقى غلطان. دي مجموعة من الرجال المحترمين اللي عارفين قيمة تيشيرت منتخب المغرب. تيشيرت منتخب المغرب ده تيشيرت تقيل جدا، فلازم عشان ان انت تلعب باسم المغرب لازم تكون في اعلى واقوى مستواك، لان انت تلعب بفانيلة المغرب وتتخاذل محدش هيرحمك ولا حتى الجمهور العربي. لان احنا بنعتبر دلوقتي بعد طبعا منتخب مصر مش هيقدر انه يوصل كاس العالم، هنشجع منتخب المغرب في كل مكان. منتخب المغرب بعد وصوله لكأس العالم في قطر، خلي بالك هنعيد الذكريات الجميلة وهنرجع للتشجيع الجميل أيام كأس العالم للكبار في قطر اللي فازت بيه الأرجنتين. وقدر المنتخب المغربي إنه يفرح كل الجمهور العربي، كل الجمهور في العالم كله كان منبهر باللي عملوه المغاربة، واللي قدروا المغاربة ان هم يوصلوا للمركز الرابع على مستوى العالم. حاجة فخر لكل العرب. والله الواحد كان وقتها اقسم بالله الواحد كان سعيد جدا جدا جدا، وكان فرحان جدا، وكان في يعني زي ما تقول ان انت بتشجع بلدك. كان منتخب المغرب بيلعب في قطر، كان الواحد في قمة السعادة ان منتخب عربي قدم لنا اللي قدمه في قطر. المساندة ما كانتش من مصر ولا من تونس ولا من السعودية ولا من الامارات ولا من الاردن، ده كان في بعض المشجعين الاجانب اللي بدأوا يقتنعوا ان منتخب المغرب ده من المنتخبات المحترمة والتقيلة جدا جدا. لو تفتكروا الأسامي اللي موجودة وما زالت موجودة، أفكركم بأشرف حكيمي لسه امبارح واخد بطولة الدوري الفرنسي، وناصر مزراوي وسفيان مرابط ونحي ونايف أكرد وياسين بونو أيوب الكعب ويوسف النصيري وي اسماء كتيرة جدا جدا، اسماء قدرت ان هي تخلي الجمهور العربي كله في قمة السعادة، في قمة الانبهار. الحاجة التانية تصريحات نبيل باها المدير الفني لمنتخب تحت 17 سنة.
انا بعتقد بان المدير الفني ده هو المسار الصحيح لوليد الركراكي. يعني لو وليد الركراكي انت فكرت في يوم من الايام ما يلعبش او ما يبقاش موجود مع المنتخب، عندك نبيل باهي 17 سنة، 17 سنة. اتعلموا يا بشر، اتعلموا يا عرب، اتعلموا يا جزائريين، اتعلموا يا مصريين، اتعلموا يا توانسة. شوفوا بيعملوا كوادر ازاي تدريبية محترمة جدا جدا، زي المدير الفني نبيل باهة، المدير الفني المنتخب تحت 17 سنة اللي رفع راسنا كلنا، وقدر ان يوصل بمنتخب المغرب تحت 17 سنة الى كأس العالم في قطر. ده احنا هنستمتع وهنشوف حلويات وقصص. والله العظيم الواحد فرحان جدا للمغرب ومبسوط جدا 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 بالانجازات اللي بيعملها المنتخبات المغربية. مش منتخب تحت 17 بس، ده انت عندك منتخب تحت 19 وعندك منتخب تحت 21 وعندك المنتخب الأول رايح كأس العالم في كندا وأمريكا والمكسيك. عندك ليلة. احنا السنة دي هنستمتع بكرة قدم بجد. السنة دي هنشوف كرة قدم في كل حتة في المغرب. عايز تتفرج على منتخبات موجود. طب انت بتحب الأندية، تعالى معايا لنهضة بركان ونروح نشجع نهضة بركان في الكونفدرالية. ما انتش عاجبك نهضة بركان، تعالى معايا وشوف الجيش الملكي في بطولة افريقيا، دوري ابطال افريقيا اللي اتظلم فيه لان اللي حصل معاه من نادي بيراميدز اللي ما دخلش جمهور الجيش الملكي المغربي. المعاملة هتكون بالمثل، وده اللي حصل لما وصلوا مطار، لما وصلوا المغرب النهاردة مفيش حد كان في استقباله. ما هو انت دايما لما تهتم بيا ودايما لما تقف في ظهري، المغاربة دايما بيدولك الدرس والمثال. تهتم بيا وتعاملني كويس ههتم بيك وعاملك كويس، تعاملني وحش هعاملك اوحش، وده حق لكل بني ادم. لو كانت عمل كده مع جماهير بيراميدز اللي هو ما عندوش جمهور اصلا، واحنا قلنا لكم ان ده نادي استثماري لسه انشئ سنة 2017 بيحاول يثبت نفسه، بيعمل عندنا مستثمر بيجيب لعيبة وبيصرف جامد جدا جدا وعنده مجموعة من النجوم كبار جدا، لكن مفيش جماهير، مفيش لعيب رقم واحد، مفيش ظهير جماهيري قوي يقدر انه يسنده. عشان كده هو ما عمل كده مع جمهور الجيش الملكي المغربي ما فرقش معاه، لانه عارف ان ما عندوش جمهور. احنا بنعتذر لهم، وكل فيديو انا بقوله او بجيب سيرته وبجيب سيرة الموقف ده بالذات لازم اعتذر للشعب المغربي، لان اللي حصل عيب وما يحصلش من مصر او من اي فرقة في مصر او في مصر، لان المغاربة اخواتنا واحنا بنعتبرهم لما بيجوا مصر بنعتبرهم في بلدهم. ده كلام مهم جدا لازم يوصل لكل واحد. المنتخب المغربي تحت 17 سنة ان شاء الله هيكون هو صاحب البطولة دي. شوف احنا كام النهاردة؟ احنا النهاردة يوم 6 ابريل، وبقول لك ان المنتخب المغربي تحت 17 هيوصل للمباراة النهائية لبطولة افريقيا تحت 17 سنة بعد ما فرح كل المغاربة بالتأهل لكأس العالم. تأهل لكأس العالم في 8 منتخبات، من ضمنهم واولهم منتخب المغرب. خلاص الحمد لله هيروح قطر وهنبقى معاه كلنا في قطر. الحاجة التانية السيمفونية اللي هيعملها بالفوز بهذه البطولة، لان في تركيز كبير جدا من اللعيبة، وانا عندي قناعة ان مجموعة الشباب اللي موجودين والفتيان اللي موجودين هيعملوا لك مفاجأة كبيرة جدا، وهيفوزوا وهيجيبوا الكاس من جوه المغرب، لان اي بطولة جوه المغرب لازم المغاربة يشيلوها.
ده حاجة مهمة جدا لازم ان انتوا تعرفوها ك جمهور، الجمهور العزيز على قلبي اللي انا بحبه جدا جدا، الجمهور المغربي اللي دايما بيدوني درس كبير جدا في التعليقات، دايما يدوني توعية كبيرة جدا في الكومنتات، ويقولوا لي انت تعمل ايه وايه اللي انا الصح اللي انا اعمله. حتى في فيديوهاتي بيحاولوا يساعدوني رغم ان هم ما يعرفونيش، لكن الجمهور المغربي جمهور ذواق، جمهور بيفهم، جمهور عندهم اللي بيقدم لهم المحتوى بيهتموا جدا جدا بكل تفاصيل بيقولها، لدرجة ان انا غلطت مرة وقلت اكاديمية محمد الخامس، لقيت كمية تعليقات يا جماعة على الفيديو يا عم اسمها اكاديمية محمد السادس. انا كانت غلطة مني لان انا عارف الاكاديميات اللي بيعملها الملك محمد السادس ملك المغرب، الملك الحكيم، الملك اللي بيديك مثال قوي جدا جدا على حب البلاد، دايما بيعمل لنا اكاديميات حلوة جدا. طلع منها لعيب كبير جدا في المنتخب المغربي الاول عز الدين قناحي من اكاديميات المغرب. اكاديميات المغرب دي بتطلع مجموعة شباب فخر كبير جدا لكل المغرب، وتخليك دايما ان انت تهتم جدا بالتفاصيل الصغيرة، لان البنية التحتية هي اللي دايما بتوصلك ان انت تشوف مجموعة من اللاعبين المميزين جدا زي المجموعة اللي موجودة حاليا في منتخب تحت 17 سنة، ويخليك تطلع مواهب، يبقى انت عندك ثقة كبيرة جدا في المواهب اللي موجودة دي ان هم يقدروا يلعبوا حتى بدل المنتخب الاول لكرة القدم. كل التحية لملك المغرب الملك الحكيم، كل التحية لفوزي لقجع الرجل المميز والرجل المحترم واللي بيشتغل لمصلحة بلاده، اقوى راجل في قارة افريقيا. كل التحية للشعب المغربي، الشعب المغربي دايما اللي انا بحترمه جدا وبقدره جدا، الناس المحترمة المؤدبة اللي ما بيخرجوش عن النص ابدا ابدا. والله ما شفت واحد مثلا في التعليقات بيشتمني او بيقول لي كلام كده او كده، لكن دايما كلهم بيشجعوك وبيحفزوك عشان تقول الحقيقة، واحنا دايما هنا عشان نقول الحقيقة لكل الناس ونوضح ان المغاربة افضل شعب في الوطن العربي. كل التحية للشعب والجمهور المغربي. تنسوش اللايك، تنسوش اشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم.